أختم هذه الخطبة أيها الإخوة بحكايتين قصيرة وطويلة ربما ستكونان أجمل. واليوم تحدثنا عن الحكي، أجمل ما في هذه الخطبة تعلمنا ألا نبادر وألا نتسرع في الحكم على الآخرين. لا ندري مجمل شروطهم، لا ندري مشروطيتهم مظروفيتهم، لكن أمرهم إلى الله نتعاطف معهم. هذا هو الأساس الذي لا ينبغي أن يخطئ ولو مرة واحدة. في قطار يتجه من بلدة إلى بلدة أخرى أيها الإخوة، جلس شيخ كبير مع ابنه الثلاثيني، وفي الجوار زوجان، رجل وزوجته أو زوجه. هذا الشاب الثلاثيني بدأ يتكلم بطريقة أيها الإخوة، طبعا كان جالسا وجهه يطفر بالسعادة، عيناه فضوليتان تلتهمان كل شيء بفضول طفل غير صغير ينظر إلى كل شيء بفضول. بعد لحظات صرخ صاحب بصوت عالي: بابا! يقول لأبيه كالطفل: بابا! الأشجار تسير إلى الوراء، تسير خلفنا. استغرب الزوجان: ماذا؟ أول مرة يركب قطار؟ ممكن قروي أول مرة يركب قطار. الأشجار تسير خلفنا. لكنه ما لاذ بالصمت. أبوه أكد له أنها تسير بالخلف، فعلا أكد له انطباعه أنها تسير بالخلف مع ابتسامة. بعد قليل وهو ينظر إلى كل شيء لا يكاد يقر له قرار، قال: انظر إلى تلك البركة، بركة المياه، ما أجمل الطيور التي تسبح، جميلة جدا بابا، ما أجملها. أكد له أبوه أنها جميلة بالفعل، جميلة جميلة. ازداد استغراب الزوجين، ماذا؟ ويصيح، أدرك أنه معتوه، يعني فيه خبل، فيه حمق. بعد قليل يخرج يده وكذا يعبث، يستلذ بضرب بلسع الهواء لها، ثم قال: بابا بابا إنها تمطر، إنها تمطر، لقد رأيت حبات المطر تنزل على يدي بابا. لم يبقى في قوس الصبر منزع، فقال الزوج: يا سيد، أليس من الأفضل أن تذهب إلى طبيب تبحث عن علاج لابنك هذا المسكين؟ صدم الأب بلحظات لبرهة، ثم قال: بالفعل يا سيدي، بالفعل نحن قادمون للتو من المستشفى. لقد كان ابني فترة طويلة في المستشفى، بحمد الله تبارك وتعالى استرد بصره الذي فقده من سنين طويلة. شعر الرجل بالعار. الآن أنت وقعت على بعض شرط هذا الإنسان، من حقه أن يفرح هذه الفرحة الطفولية، من حقه أن ينط أيها الإخوة، أن يقفز وأن يصيح، يرى الدنيا، يرى الألوان، يرى المخلوقات، يرى الماء، شيء غير عادي هذا. بالنسبة لنا نحن الابتذال فرغ حياتنا، كل شيء أصبح مبتذل، الألوان والطعوم والأشياء والمعاني والقيم الجميلة والحب والكرامة والوفاء والصداقة والزوجية والدين، كل شيء أصبح، أستغفر الله، حتى ما يتعلق بالله أصبح مبتذلا لدينا، كل شيء مبتذل. الابتذال عدو الحياة. القصة الثانية وبها أختم، وهي أروع من الأولى لكنها أطول قليلا. قصة الطبيب أيها الإخوة، طبيب مشهور في الغرب، تيدي ستودارد، الدكتور تيدي ستودارد، مشهور جدا، طبيب ناجح وكبير، لكنه لم يبدأ ناجحا، لم يبدأ بداية ناجحة. تيدي الصغير في الصف الخامس الابتدائي، تدخل معلمة الفصل السيدة تومسون، تلقي التحية على أبنائها التلاميذ وتقول لهم بصدق، بصدق مفعم، يعني: تدرون يا أبنائي أحبكم جميعا. وكانت في قلبها تستثني تيدي، تقول في داخلها: لا، إلا هذا، في قلبها لم تواجهه به. تيدي كان طفلا انطوائيا كسولا، لا ينجز واجباته البيتية أيها الإخوة والأخوات، متسخ الملابس، دائما تقريبا على الدوام متسخ الملابس، مشعث الشعر، لا يستجيب لأشياء كثيرة تقال له المعلمة. تعبر معلمة تقول: وصلت إلى درجة صرت أشعر ببعض المتعة وأنا أضع بالخط الأحمر علامة الغلط على جواباتي، دائما يغلط، لا يحسن شيئا، أخرق. ثم تعطيه علامة الرسوب، يعني 5 راسب، نوع من الانتقام المبطن يعني، لكن بحق. بعد فترة أيها الإخوة جاء تكليف من إدارة المدرسة بأن تقرأ السيدة تومسون، طبعا لجميع مدرسي الفصول، أن تقرأ السجلات السابقة. شوف الأساليب البيداغوجية، عشان الشرط الإنساني برضو، تعرف الشرط لهذا التلميذ، لكل تلميذ يجب أن تقرأ هذه المدرسة سجلات هؤلاء التلاميذ في الصف الخامس السابقة، من الصف الأول للصف الرابع. فأرجعت تدي إلى آخر
المشوار، آخر واحد لا تحبه، لا تستظرفه، هذا المشعث الوسخ المهمل الانطوائي البليد متبلد. وفي الأخير فتحت سجل تيدي. معلم الصف الأول يكتب: تيدي طفل موهوب، طفل موهوب يؤدي واجباته بشكل منظم ودقيق. استغربت: تيدي موهوب؟ سجل الصف الثاني، معلم الصف الثاني يكتب يلاحظ: تيدي طفل محبب إلى زملائه ولديه حس الفكاهة وروح مرحة. وروح تيدي عنده حس الفكاهة وروح مرحة، من أين له هذه الروح؟ لكنه مضطرب قليلا بشأن أو بصدد مرض أمه العضال، مصابة بمرض عضال خلاه يبدأ يضطرب الولد. التقطت الخيط. معلم الصف الثالث كتب في سجل تيدي ستودارد: تيدي وقع عليه نبأ وفاة أمه وقع الصاعقة، شوش أمره تماما، بذل جهودا جبارة في البيت لكي يبقى كما هو متفوقا يعني وناجحا واجتماعيا، لكن أباه لم يكن ليهتم. أبوه كمان رجل مقصر مش مهتم به، مش مدرك المأساة التي يعيشها الابن الذي فقد أمه في الصف الثالث، فقد أمه ابن 9 سنوات للأسف. معلم الصف الرابع لا يدري بهذه الشروط، كتب تيدي طفل بليد ينام أحيانا في الفصل، لا يشاركنا في شيء، يعرب عن امتعاضه. حين قرأت هذا تأثرت جدا وشعرت بالعار، بالخجل من نفسها. كيف ظلمت هذا الطفل النجيب الموهوب الذي لم تفهم شرطه ولا ظروفه ولا ظروفه. في أيام أو في يوم عيد الميلاد الذي يسبق رأس السنة كما تعلمون هنا، جاء الأطفال كل بهديته. هذه الهدايا كانت ملفوفة بالورق الصقيل الجميل والأشرطة الملونة الزاهية، إلا هدية تيدي لفها بورق خشن بني مأخوذ من البقالة، ورق بقالة. فجعل الأطفال يتضحكون هذه هدية لفها بورق، لكنها عمدت إلى هدية تيدي وفتحتها مبدية الإعجاب، يعني واو هدية عظيمة. كانت عبارة عن دملج إسوار، إسوار دملج من حجر معين، من الأحجار يعني الكريمة نوعا ما، ولكنه ناقص بعض الأحجار. هذا الدملج أو السوار ناقص في بعض المواضع أيضا. وعن زجاجة عطر لم يبقى منها إلا الربع، ربعها فقط غير كاملة. قالت جميل جدا جميل، ورشت فوحت نفسها بهذا العطر، ما أجمله ما أحلاه، واعتنقته. فوقف الأطفال عن التضاحك. لم يعد تيدي في ذلك اليوم إلى البيت بسرعة كما يعود كل يوم، انتظرها حتى انصرفت من المدرسة. وقف قال لها: معلمتي، أحب أن أقول لك شيئا، رائحتك اليوم ذكرتني براحة أمي، لقد استحضرت بهذا العطر في آخر عيد ميلاد جمعنا. وانصرف. وقفت هي تكتب، هي تقول: بكيت لأكثر من ساعة، انخرطت في البكاء لأكثر من ساعة، لكنها بعد ذلك آلت على نفسها إلا أن تعيد إلى هذا الولد المسكين المعذب ثقته بنفسه، إيمانه بنفسه. صارت تعامله معاملة خاصة وتشجعه وتحفزه وتلهمه. هذا شهر 12، لم يأتي شهر يونيو 6 حتى كان ضمن المراكز الأولى في الفصل من المتفوقين. فجاءها في العطلة برسالة وضعها تحت باب بيتها، رسالة، وكتب فيها ضمن ما كتب: اسمح لي أن أقول إنك أعظم معلمة لقيتها في حياتي. في الصف الخامس يعني، وما عندوش كثير فتأثرت جدا. بعد 6 سنوات جاءتها رسالة أخرى. جدي طبعا ذهب إلى الإعدادية إلى الثانوية، يخبرها بأنه أنهى الثانوية العامة وحظي بالمركز الثاني، ولقي معلمين ومعلمات كثرا، لكنها مع ذلك لا تزال أعظم معلمة لقيها في حياته. ثم بعد ذلك تتلقى رسالة يخبرها فيها أنه تخرج من كلية الطب بتميز مع مرتبة الشرف،
وأيضا لا تزال أعظم معلمة لقيها في حياته. بعد 4 سنوات من التخرج تأتيها رسالة منه يقول لها: لقد التقيت بنصف الآخر، بالآنسة فلانة الفلانية، أحببتها وأحبتني، واتفقنا بحمد الله وتوفيقه على الزواج والاقتران. يسعدني جدا ويشرفني أن تحضري حفلة الزفاف في المكان الفلاني الساعة الفلانية باليوم الفلاني، لكي تجلسي في المقعد المخصص دائما كما هي العادة لأم العريس، يعني تلعبي دور أمي. فمباشرة لبته قالت: يشرفني ويسعدني. وبالفعل جاءت وقعدت في المجلس الذي كانت تقعد فيه أو ينبغي أن تقعد فيه أمه لو كانت حية. ثم قامت بعد ذلك في الإبان، أخذها واعتنقها وأسر لها في أذنها، قال لها: اسمحي لي أن أعبر عن امتناني العظيم وشكري لك يا سيدة تومسون أنك آمنت بي. كان عندك إيمان أنني أنا ممكن يطلع مني شيء، في شيء، يعني أنا مش إنسان فاشل، مش إنسان محطم، ممكن. آمنت بي وأعدت إلي الثقة بنفسي. لولا فضلك علي لما كنت ما أنا عليه اليوم. طبيب مشهور جدا، مشهور هذا الطبيب، طبيب نابغة، أصبح شخصية اجتماعية كبيرة. بكت وقالت له: تعرف يا تيدي، أنت مخطئ في ذلك كله، أنت مخطئ في كل ما قلت عبر كل هذه السنين. لم أكن أنا الذي علمتك وألهمتك، كنت معلمة لا أعرف كيف أعلم، لم أعرف معنى التعليم وكيف أعلم إلا بعد أن جئت أنت في طريقي. لك الفضل، أنت الذي صيرتني معلمة ناجحة. إذن يا إخواني، هذه القصة قصة واقعية حقيقية فيما يقال، تؤكد أنه ينبغي ألا نتسرع في الحكم على الآخرين.